في خبر مهم على موقع صدى البلد. الخبر الحقيقة غريب جدا 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 كمان، وبيقول ان الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين التقى مع الأستاذ محمد عبد القدوس في منزله بالزمالك. طبعا الأستاذ محمد عبد القدوس هو كادر إخواني وابن الكاتب الكبير أستاذنا جميعا إحسان عبد القدوس. والمقابلة دي كان فيها الأستاذ محمد خراجة، وده كان رئيس تحرير الأهرام المسائي في عهد الإخوان، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، واللي كان مدعوم من الإخوان، يعني إخواني، وهو كان رئيس تحرير الأهرام المسائي زي ما ذكرت. وكمان الصحفي عبد الرحمن سعد، وده كان مرشح على قوائم الإخوان، وكان يعمل بالديسك المركزي بالأهرام أيام مرسي العياط. ومن بعد الإخوان قبل كده تم إبعاده ونقله إلى قسم آخر. وأيضا ورد في الخبر اسم هشام الهلالي الذي يعمل بالشركة القومية للتوزيع. أنا مش هعلق، لكن عاوز أسمع رأي الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين، لأن حق الرد مكفول. مساء الخير أستاذ يحيى. أستاذ يحيى مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. رد حضرتك إيه على هذا الخبر يا أستاذ يحيى؟ والله يعني انا احنا هنسمع وهنقرا كتير من النوعيه دي من الاخبار اللي انا بعتبرها يعني مصنعه داخل غرف مظلمه للفت النظر عن حقيقه وطبيعه هذه الانتخابات. يعني انا يعني في البدايه انا يسعدني كنقيب وكعضو جمعيه عموميه ان التقي اي زميل. كلموا عن الاستاذ محمد عبد القدوس. الاستاذ محمد عبد القدوس نقابي مخضرم وزميل، يعني انا بعتز بصداقته رغم خلافي السياسي والفكري معاه. واي اسم من الاسماء ديت دول زملاء واعضاء جمعيه عموميه، من الطبيعي ان انا يعني مش من العيب ان انا التقيهم او اتناقش معاهم اذا كان قد حدث. وانا كنت يعني بنفسي اذيع يعني مضمون اللقاء، لان انا لا اعترف لا بلقاءات سريه ولا بامور تجري في الظلام في معركه هي شأن يخص كل اعضاء الجمعيه العموميه. لكن يوسفني اقول انه هذا الخبر ليس له اساس من الصحه. انا لم التقي زميل محمد عبد القدوس، رغم اني تشرفت بزيارته في بيته اكثر من مره في مناسبات عديده. اخر مره كانت من حوالي سنتين في بدايه الدوره ديت بمناسبه نجاحي نقيب. وكل الزملاء معروفين، يعني الزميل محمد عبد القدوس والاخرين معروفين. لكن هذا الخبر اللي هيستتبعه اخبار كثيره مضلله ومعروف اهدافها ايه بالظبط. هدفها لفت النظر عن ربما عكس ما يريد الايحاء به هذا الخبر. معروف مين اللي بيحاول يمد جسوره مع تيارات سياسيه حتى لو هو يختلف معاها في فترات سابقه. مين اللي بيتلون على كل التيارات السياسيه لاسباب متعلقه بمطامع شخصيه، بمناصب، بمواقع، باي حاجه. وانا يعني طول عمري بتصرف كعضو جمعيه عموميه، لا ارفع رايه سياسيه ولا حزبيه، بتعامل داخل النقابه مع كل الزملاء كسواسيه، لان احنا بننتمي الى افكار والى رؤى مختلفه، لكن احنا بيجمعنا داخل النقابه مشتركات متعلقه بوجودنا كمهنيين داخل هذه النقابه. تفتكر سيادتك في يعني معركه خوض الانتخابات على كرسي النقابه، هل بعض الأخطاء، وكلنا غير معصومين من الخطأ، يعني ما فيش حد فينا معصوم من الخطأ، أنا لا أتهمك بشيء، ولكن بعض أخطاء الماضي في فترة ولايتك كنقيب للصحفيين قد تكون عائق في طريقك؟ يعني اخطاء زي ايه تقصد؟ مشاكل، يعني مثلا تم مثلا الترويج ان في اسر كان بيتم صرف 1500 جنيه لاسره كل اخواني محبوس بالاعياد، وبعد كده يا سيدي هذا هنشوف هذا الكلام. الزميل عضو النقابه له كل الحقوق، شأنه شأن اي زميل. يعني وانا لا اميز بين الزملاء، يعني
يعني نحن لا نقيد في النقابه على اساس الهويه طبعا، ولا نقدم خدمات ولا نمنح خدمات. لا هي الفكره الاستاذ هذا كلام مش مظبوط استاذ يحيى. هو الكلام ان هو يعني شخص محبوس ايا ما كان ينتمي الى ايه. هو ما ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو اسره اخواني كان محبوس. طالما محبوس اعتقد ان ده مخالف للوائح، هكذا يقول التويته او البوست. لا ولا دي تويتات معموله في اجهزه الامن، انا ماليش علاقه بيها. انا بمعنى ايه في اجهزه الامن؟ يعني الكلام ده بيروج ليه بمناسبه الانتخابات لاسباب انتخابيه متعلقه بالانتخابيه. اللي بيعمل ديل مع الانتخابات مش انا، اللي بيعمل ديل مع الانتخابات هو اللي بيكتب مثل هذه البوستات. النقابه بتتصرف مع الصحفيين بحقوقهم. انت بتتكلم ربما من الناحيه القانونيه بتلاقي حاجات متعلقه بمرتب الصحفي المحبوس، لكن انا بتكلم عن صحفي له حقوق بياخدها سواء في هذا المجلس او في غيره من المجالس. طب في البعض يقول سياده النقيب ان في تم صرف بدل لتدريب صحفي اخواني يدعى ثواني بقول لحضرتك صابر مشهور في تركيا. حضرتك انت دلوقتي جايبني بتحقق معايا في امن الدوله ولا بتسالني؟ انا ماليش دعوه بامن الدوله على فكره، ولا ليه اي علاقه. دي معلومات متداوله على فكره. لو سمحت نعم. دي معلومات الامن وانا لا ارد عليها، واخد بالك؟ النقابه انا ليس لي علاقه بالاجهزه الامنيه ولا تفرق معايا الاجهزه الامنيه، يعني انا ماليش موقف معاهم. يا سيدي لو سمحت. نعم. المفروض ان وسائل الاعلام تكون محايده ولا تلعب اللعبه دي في هذه الانتخابات، واخد بالك؟ هذا امر انا برفضه ولا يليق بقناه او بفضائيه انها تتعامل على هذا النحو. انت بتسالني عن سؤال صدى البلد نشراه وهو ليس له اساس من الصحه، ثم تدخل من هذا السؤال الى تفاصيل متعلقه بتكريس فكره هذا الخبر المدسوس والمغلوط. على فكره هو انت حقك ان انت تقول ده خبر مدسوس. مش مظبوط واللي بتقوله ده مش مظبوط، وهذا المجلس هو الذي منع بعض الامور التي كان يتم صرفها بالمخالفه لبعض. على فكره احنا كلمنا الاستاذ احمد صبري مثلا رئيس تحرير صدى البلد واكد لنا صحه الخبر اللي حضرتك نفيته دلوقتي. يا سيدي انت لو تقتضي الامانه والدقه، عندك الزميل محمد ابو تروح تساله، عندك الزملاء اللي ذكر اسمائهم تروح تسالهم، وانا راجل لا املك الا مصداقيتي. لكن شغل امن الدوله والاجهزه ومثل هذه النوعيه من الاسئله الموجهه انا برفض التعامل معاها وبرفض طريقه اسئلتك ليه. ليه حضرتك؟ وانا سالتك في حاجه عيب؟ لا انت بتسالني طبعا، انت بتسالني عن شائعات مصنعه. طب انت قول انها شائعات، انت حضرتك تقول انها شائعات، انت حقك. يا سيدي دي مش اخبار، لو كانت اخبار كانت. ليه يا فندم؟ هو الاستاذ مصطفى بكري مش هاجم سيادتك على فلوس العلاج وبعد كده حضرتك حركت المساله بعدها؟ يعني ما ده مش خبر كمان؟ يا سيدي ارجوك لو سمحت، اذا كنت انت جاي تشتغل مهني تلتزم بقواعد المهنيه، واخد بالك؟ لو كنت ايه يا فندم؟ لو كنت جاي تشتغل بطريقه مهنيه تلتزم في توجيه الاسئله. انا سيادتك انت مش هتعلمنا اشتغل بطريقه مهنيه، انت مش انت مقياس المهنيه. انت راجل مضلل ومش انا لا اسمح لك ان انت تقول لي انا مضلل واقفل التليفون. انا برفض هذا الكلام. اقفل التليفون بقول لك. ايه اللي مضلل ومش مضلل؟ عندك كلام ترد حضرتك عليه، في كلام موجه اليك ترد عليه، لكن لا هتقول لي انا مضلل وانا مش مضلل.